تخيل إن في إنسان ممكن يتعذب في نار جهنم على حاجة بسيطة كان بيعملها. السلام عليكم، أنا أحمد ودي حلقة جديدة من سلسلة علاجنا سورة المطففين. ربنا عز وجل بيقول لنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين. الويل هو وادي في جهنم، مكان في جهنم. المطففين زي ما بنقول كده في العامية اللي بياخدوا حقهم من الناس تالت ومتلت، لكن لما يجي الحق عندهم ينقصوا منه. ناس بتغش في الامتحانات، ناس بتتحايل عشان توصل لوظيفة معينة، ناس بتاخد حقوق الناس من غير ما تهتم. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالمشكلة أحيانا ما بتبقاش ظلم كبير بنعمله، ممكن يبقى تنقيص بس من حقوق الناس بنعمله وإحنا مش واخدين بالنا. فالعلاج في الآيات بعدها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالعلاج إن احنا نفتكر يوم الحساب، نفتكر إن احنا هنقف بين إيدين ربنا وهيسألنا عن حقوق الناس دي. أشوفك بإذن الله في حلقة جديدة وعلاجنا صورة.